انت دايما لما بتخش في علاقات كتيرة ومعقدة وبتقع منك العلاقات دي، هم دخلوا عطوك رسالة ومشوا. الناس اللي بيتساقطوا من حياتك يوم ورا التاني، شهر ورا التاني، ومجموع الناس اللي حواليك كل ما بيقلوا، دي مش معناها انك انت كبرت او انك انت خسرت او انك انت، معناها ان التطور الروحاني والنضج بيخلي ان الشخص اللي دخل حياتك انت فهمت منه ان هو ما بقاش قادر، او انت قادر ان انتوا تكملوا مع بعض نفس الطريق، سواء كانت علاقة اصدقاء او عمل او فبتبص تلاقي نفسك انك انت وصلت للمرحلة انه هو ايه اللي بيحصل؟ هو مفيش حاجة بتحصل، وكل حكاية انك انت وصلت من النضج والتطور الروحاني والنفسي اللي خلى الانسان اللي قدامك الويفز اللي فيها افكاره او طاقته مش مناسبه معاك تاني، وبالتالي هو كان ربنا بعته في وقت معين عشان يبعت لك رساله، وبعد الرساله دي ما خلصت خلاص وانتهت خلاص، ما بقاش ينفع تكملوا مع بعض، وبالتالي انت هتلاقي قاعده الاصحاب بقت بتقل، قاعدة الجيران بقت بتقل، وحتى الزملاء في العمل بقوا محصورين على واحد أو اتنين بس، لأنك أنت بقيت مركز طاقتك في حاجة معينة. الموضوع مش إن أنت طاقتك قلت، لأ، الموضوع إن أنت بقيت بتسخر طاقتك بالظبط للحاجة اللي أنت محتاجها في حياتك، وبالتالي ده اسمه تطور روحاني ونفسي، وده بيحصل دايما كل ما بيحصل تطور في الكون. وبالتالي لما بتلاقي تطور في الكون، لما ربنا بيقول وإنا لموسوعون، الكون كله كل ما بيتطور إدراكنا ومشاعرنا والويفز بتاعتنا هتلاقينا إحنا كجيل غير الجيل اللي كان قبل مننا أو الجيل اللي بعد مننا، كل واحد الوعي بتاعه بيختلف، وبالتالي مطلوب منكم حاجتين، إن أنتم ما تنسوش الوعي الروحاني والوعي النفسي. الوعي الروحاني اللي انت هتقابل بيه ربنا، كلنا هنقابل بيه ربنا، لان انت في اليوم اللي انت هتقابل فيه ربنا مفيش حاجه هتنفعك غير الوعي الروحاني، والوعي النفسي علشان تقدر تكمل، لان المشوار طويل، فعلشان انت تقدر تمشي في المشوار لازم يكون عندك الوعيين دول. فخلي بالك دايما احنا ليه بنقول في القواعد بتاعتنا في علم النفس اللي هو body mind spirit heart، فدايما احنا عندنا تغذية للعقل، تغذية للروح، تغذية للنفس، تغذية للجسد، عشان لما نتطور نفسيا وروحانيا ده بيرفلكت أصلا على الجسد من بره، فلما تبدأ من جوه انت بتبقى أصح من بره. شفت العلاقة متشابكة ازاي؟ العلاقة ما بين جواك وما بين براك وما بين المحيط وما بين الناس اللي حواليك وما بين تطورك وهدفك ناحية الوعي الروحاني. ده التريك اللي بيحصل معانا لما بنبقى ماشيين في الوعي الروحاني علشان نتطور روحانيا. التريك ده لو احنا خدنا بالنا منه، ساعات احنا بنزعل ونقول هو احنا لما بنتطور روحانيا ليه بنحس بالوحدة؟ ليه الناس بقت بتحس بالوحدة؟ هو الوحدة دي شيء طبيعي علشان ربنا يسيب مساحة له، هو يبقى هو الونيس بتاعك، هو المرشد بتاعك، هو الجايد بتاعك، هو النور بتاعك. علشان كده انت دايما لما بتخش في علاقات كتيرة ومعقدة وبتقع منك العلاقات دي، هم دخلوا عطوك رسالة ومشوا، كلنا رسائل في حياة بعض. شكرا، سلام عليكم.